يسعد أوقاتكم أصدقائي. طرحنا سؤال أو تساؤل، هو كيف فينا نستخرج الأفضل من كل شيء، من كل شيء بنتعامل معه، من كل شخص بنتعامل معه. يلي شجعني أني أسجل وأتعمق أكثر بهذا الموضوع هو النقاش اللي صار بمجموعة المناقشة، واللي كانت آراء المشاركات جدا رائعة بإمكانكم الاطلاع عليها. كيف بدي استخرج الأفضل من كل شخص أو من كل شيء؟ أول شيء، العلاقات هي بشكل عام هي دروس ورسائل عم تجي لحتى تعلمنا، أما هي نتيجة 3 أشياء. أما بتكون كارما ترجع لنا نتيجة شيء نحن زرعناه، فبالتالي بيرجع لنا بموقف أو بعلاقة معينة لحتى تروح هاي الكارما منا. يعني مثل ما بنزرع بنحصد. وفي القسم الثاني يلي ما انه هي كارما، بس هي سرنديب. هذا الشخص او هذا الموقف اللي صار هو سرنديب، يعني هو رح يعليني. هو قبل جاي لحتى ارتقي انا ارتقي لمستوى اعلى. والشيء الثالث او القسم الثالث اللي عم تجي العلاقات لحتى توعينا بشو، لحتى تعطينا دروس بالتقبل والتسامح. يعني تتعمقي أكتر بجوهرك الروحي الداخلي، فبالتالي بتصيري تتقبلي أو بتصيري تتقبل الشخصية أو الدرس اللي إجاني من هذا الشخص، عن طريق إني أتقبل أكتر، إني سامح أكتر. كيف فينا نستخرج أفضل شيء من كل شيء أو من كل شخص؟ أول شيء، كل إنسان بحاجة للحرية. يعني كل إنسان بده يحس بالحرية لما نحن بنتعامل معه. فلما بننفق حرية على هذا الإنسان بنعطيه حرية التواجد إنه يعبر عن الرسالة اللي جاي مشانها بكل حرية، بالطريقة اللي هو حابب يعرضها. لأنه الشخص لما نفهم إنه كل شخص جاي وله رسالة رح يأديها، أنا اللي علي أركز على حالي وآخذ العبرة، سواء كانت كارما أو كانت سرنديب أو كان درس لازم أتعلمه. أني آخذ الشيء المفيد واستخرج الشيء المفيد من هذا الموقف اللي صار، فأعطي حرية للشخص اللي جاي يؤدي رسالته. ثاني شيء، كل إنسان بحاجة للتكريم، إنه نحن نكرم الإنسان وقد كرمنا بني آدم. فكل إنسان هو بحاجة للتقدير، وقيمة التقدير هي من القيم العالية جدا اللي الإنسان بحاجة إنه يحس فيها. كيف بنعمل تقدير؟ كيف بنعمل تكريم لهذا الشخص؟ إني أعطيه احترام، أعطيه امتنان، أعطيه شكر على شيء بسيط، لحتى أشجع الجانب الإيجابي الموجود فيه. يعني حتى لو هذا الإنسان ما كان منيح، بس رح يصير كأنه ولي حميم. يعني رح يطلع لك أو يطالع لك الجانب الجميل منه. ثالث شيء، النفع. إني أعطي، أنا بنيتي إني أسجل هذا التسجيل بنيتي إني اللي يتابع أو اللي يسمع يستفاد ولو بمعلومة صغيرة. فهون نيتي العطاء. فحلو الواحد يعمل أي شيء تكون النية تبعه إنه ينفع الناس، بدون
طبعا هذا النفع يكون بدون ما أنا أنتظر أني أستقبل ثمن لهذا العطاء أو مردود لهذا العطاء. بس في حال إجاني أي مردود بتقبل باستحقاق. بس المهم يكون النية بتكون أني أنفع هدول الناس، بعدين أربطهم بالمصدر، يعني أنفعهم لوجه الله. يعني إنه أنا جاي هون رسالة رح تعبر من خلالي رسالة نورانية إلى الآخر. هاي الرسالة مو مني أنا فقط، مسخرة. فهون عم نرتبط إنه المعطي والمستقبل بيرتبطوا هون بقوة عظمى اللي هو الله. فواحد بيكون مسخر والتاني مستقبل للرسائل الربانية. واحد بيوصل الرسالة والتاني بيستقبل الرسالة. فمثل ما قلنا انه فعلا الامتنان، وهذا طريق الامتنان اللي نحن ماشيين فيه واللي عم نركز كتير عليه، هي الامتنان بالأصل هي تشجيع لقيمة التقدير بهذا الكون. إني أنا ركز على أي شيء موجود حوالي، أي علاقة موجودة، أي شيء موجود جواتي أنا، وأعطيه هذا الاهتمام، هذا القدر، بدون يعني هذا أفهم وحس بهذا الوعي الكوني الموجود حوالي. طبعا أهم شيء كمان ذكر الصبايا بالمناقشة أنه أفضل شيء قبل ما أستخرج أفضل شيء من كل شخص، لازم أنا بالأول أستخرج الأفضل مني أنا، يعني من ذاتي، أصل للجوهر تبعي. أنه بنبدأ بالتقدير لذواتنا، بنمتن إلها، ندعمها، نتفهمها دون ما نجلدها. فلما نحن نكتشف الجوهر الداخلي من خلال تقديرنا لذواتنا، ومن خلال اكتشاف هذا القنديل النور اللي بقلوبنا يلي أبد ما انطفى، بس تراكمت طبقات من الران فمنعت هذا النور أنه يصل. فبالامتنان لكل تكوينك، لكل كيانك، لكل خلاياك، لكل أعضائك، لأجسادك المادية والفكرية والمشاعرية والروحية والطاقية، فهون أنت بتكون قادر أنه تقدر الآخر وتكون فعلا مؤثر ومقنع بالتأثير، لأنه هون الطاقة بتكون نقية والهالة بتكون نظيفة والقلب منور. فكل الكلمات هون بتكون مغسولة بطاقة مصدرها هو رب النور، مصدرها ربنا الشكور، مصدرها ربنا الغني، ربنا الجميل. فبتكون ممن لهم نور يمشون بها، بتنير المحيط والناس كلها من حواليك. ممتن لوجودكم معي هون، وممتن لكل المشاركات بمجموعة المناقشة. رائعين أنتم. هذا كان فقط تصبيحة، تقبلوها مني بحب. يسعد لي أوقاتكم وينور دربكم يا رب.